السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل تحديث للبيتكوين. نشوف ايه الاخبار، يعني الشرط عامل ايه بتاع في لسه في الايجابيه ولا دخلنا في السلبيه. لحد الان احنا ماشيين يعني تقريبا بالظبط زي ما قلنا في الفيديوهات السابقه، اللي هو احنا لسه ماشيين محترمين المقاومه دي، وفي نفس الوقت محترمين اللي هو الترند اللي انا رسمه ده، وفي نفس الوقت لسه واخدين نفس اتجاه الصعود زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. يعني هنبص دلوقتي على الفريم اليومي. يعني على الفريم اليومي احنا لسه برضو زي ما قلت الشمعة دي كانت قوية، فاحنا ان شاء الله يعني هنكمل صعود لحد المناطق دي وهنعمل اختبار للترند يعني. فطبعا البيتكوين عمل هنا في الحتة دي تصحيح بسيط يعني بسبب المقاومة اللي موجودة في المناطق دي. الحتة دي منطقة طبعا مقاومة، فالبيتكوين اختبرها وارتد منها طبعا، بس ده عادي يعني خالص، ارتداد تصحيح بسيط. وابتدى يعني هو فتح شمعة تاني بعد ما غلق شمعة خضراء، فممكن ان شاء الله يعني يعمل لها اختبار تاني ويخترقها. بس فبعد ما يخترقها ان شاء الله يبقى الدعم اللي بعديه هتبقى المناطق، هتبقى دي دعم، بس دي دعم بسيط خالص اللي هي المنطقة بتاعت ال96، فهيكمل لحد مناطق اللي هو ال98 كده، ال97 في الحدود دي. هتبقى في هنا مقاومة قوية شوية، بس إن شاء الله يعني نكسرها ونطلع نثبت فوق الترند. عشان طبعا لو ثبتنا فوق الترند هيحصل ايه؟ هيحصل التحليل اللي قلنا عليه على الشرط الأسبوعي. يعني على الشرط الأسبوعي احنا قلنا ايه؟ قلنا إن البيتكوين هيعمل حاجة من الاتنين: يا إما هيفضل يطلع يتذبذب هنا شوية ويطلع يعمل اختبار للترند وينزل، ساعتها يبقى عمل نموذج رأس وكتفين وهننزل لتحت شوية تاني. يا إما لو كان في سيولة يعني والأخبار إيجابية وكده، اللي هي الأخبار اللي جاية إن شاء الله زي اللي هو التيسير الكمي وتخفيض الفايدة، ويعني إن شاء الله يكون في ضخ سيولة بعد النزول العنيف اللي حصل ده. يعني المفروض البيتكوين يعني في النظرة الإيجابية يعني هيعمل إيه؟ يقعد يطلع يثبت فوق الترند شوية، هيختبر المقاومة بتاعت ال107,000 دي، أهم مقاومة هنا هيختبرها. لو كسر فوقيها يعني إن شاء الله مش بعيد يعني يعمل قمم جديدة، أو لكن مش نفس الطلعة كده بسرعة. لو هيتذبذب كده ويطلع يعمل يا إما قمة جديدة يا إما هيثبت فوق القمة دي، هيثبت في القمة دي شوية. بس يعني إن شاء الله هيكسر قمة ويعمل قمة جديدة يعني بسبب النزول القوي اللي حصل ده. يعني أديكم مثال، يعني النزول اللي هو السريع اللي كان بيحصل ده لو قارناه مثلا، هنقارنه بالنزلة اللي حصلت هنا. في الغالب يعني البيتكوين بيميل إنه بعد ما ينزل نزلة دموية كده تبقى قوية خالص زي اللي حصلت الفترة دي، بيثبت شوية كده يتذبذب وبعد كده بيرتد ارتداد قوي ويعمل قمة جديدة، يعني زي اللي هو لو هنقارن بالبران اللي فات. هنا حتى لما نزل كان بينزل مش نفس النزلة اللي هي الخبط دي، كانت بتنزل براحة. يعني لو حسبناها اللي هو من القمة للقاع في الفترة دي، يعني لو حسبناها مثلا كام شمعة، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. لو جبنا هنا مثلا، بص هنا خدها في قد ايه من القمة، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، سبعة بس، سبعة ولا ايه؟ ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة وكلهم حمر، مفيش فيهم غير واحدة بس شمعة خضراء. لو بصينا هناك هنلاقيهم برضو ايه، ادي من هنا مثلا لو قارنا بدي، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. لو هنحسب دي مثلا ايه، اللي هو النزلة القوية، يعني هنا ابتدت تذبذب، ادي ست شموع وفيهم شمعتين خضر، بس دي شمعة الخبر السلبي اللي كانت قوية يعني. فبرضه يعني هي مشابهة ليها بنسبة كبيرة، يعني لو هتميل لإن هي تبقى أقرب من دي. بس فإن شاء الله يعني برضه إيه، النزول القوي ده بيبقى بعديه صعود حلو يعني إن شاء الله، وبرضه في أخبار إيجابية جاية يعني. هو في لو بصينا على اللي هو مثلا الار اس اي والماك دي والحاجات دي، هنلاقي برضه في سلبيه، بس الماك دي عامه والار اس اي بيميلوا لفترات طويله. فاحنا لو عملنا اصلا ارتفاع في الفتره اللي جايه دي، حتى والماك دي ولا الار اس اي تحت، احنا عادي ممكن نجيب قمه جديده وهو لسه تحت، فدي مش ممكن يكسرها ويرجع تاني، فهي مش مبدأ يعني مش ثابت. الدورة دي اصلا مفيش حاجه فيها ثابته، فكله متغير اصلا. بس فنتأمل ان شاء الله الايجابيه يعني الفتره اللي جايه ونطلع. بس هي المنطقه الخطيره زي ما قلت انا، اللي هي المنطقه اللي انا حاطط عليها اسمه ده الدعم، المقاومة الصفرا دي. المنطقة دي هيبقى فيها خطر لأن البيتكوين ممكن يخدع وينزل منها،
او ممكن يطلع تاني المنطقة بقى ايه اللي هي الخطيرة برضو التانية اللي هتبقى بعديها، اللي هي المنطقة الخضراء دي. المفروض اصلا ما خلاهاش خضراء، المفروض اخليها حمراء عشان هي منطقة خطيرة. المنطقة دي بقى ممكن يكون ايه عمل فيها نموذج رأس او والكتفين، او ممكن تكون هي مقاومة قوية، فممكن ينزل منها تاني ساعتها. للأسف هيكون في شوية سلبية، بس يعني ايه هتكون سلبية الصراحة يعني، بس ان شاء الله ده مش هيحصل. بس خليك برضو ايه، خليك في ماسك الخيط من النص يعني. فانت خليك ايه اللي هو عامل حسابك هنا وهنا. خلينا ناخد بصة برضو على الاثيريوم نشوف إيه الاخبار. وبصينا على الاثيريوم زي ما قلت انا في الفيديوهات اللي فاتت، الفيديوهين اللي فاتوا يعني بتوع التحليل، ان المنطقة دي منطقة دعم قوية يعني، وقلت المنطقة تعزيز حلوة اللي عايز يدخل. يعني زي ما حصل بالظبط البيتكوين الاثيريوم ولا ايه ارتد منها وصعد صعود حلو يعني. هو كان في المناطق دي نزل لحد هنا اللي هو 2782، وارتد لحد 3100 3200. ايه اللي هيحصل بقى؟ تعال نبص بقى على الفريم اليومي احسن عشان نعرف نقول اللي هيحصل مثلا في لايف. في الغالب يعني هو هنا كان في مقاومة، يعني المنطقة دي مقاومة للإثيريوم، فالإثيريوم ارتد منها زي البيتكوين كده بالظبط، ارتد من هنا للإثيريوم. ففي الغالب الإثيريوم ممكن يكسر دي برضو زي البيتكوين، هيطلع ممكن يعمل هنا تبقى مقاومة برضو قوية في المنطقة دي اللي هو يعتبر عند الأخضر ده يعني. لو كسر الأخضر فاحنا كده كده هنطلع إن شاء الله لحد المقاومة اللي بعديها اللي هي منطقة ال 3600 ولا 700. بس احنا حاليا متجهين ل 3400، المنطقة بتاعت من 3374 لحد 3450 كده مثلا منطقة قوية يكون فيها حركة عنيفة شوية، يا إما هينزل يا إما هيصعد. بس إن شاء الله يعني صعود يعني. أنا شايف الأخبار يعني حاليا والسوق إيجابي شوية. ولو بصينا على التوتال ده نجيب مثلا على الفيلم الأسبوعي برضه، نبص الأول على الفيلم الأسبوعي. على الفيلم الأسبوعي إحنا لسه في الإيجابية طبعا، اللي هو لسه محترم الترند وارتد منه، وزي ما قلنا الارتداد طول ما هو احترم وارتد منه فده حاجة إيجابية. نبص برضه على التوتال 2 نفس الكلام، ملتزم بالأوردر بلوك، منزلش حتى تحته وعمل اختبار. نبص على التوتال 3، التوتال 3 برضه لسه في الإيجابية محترم البتاع، فيعني السوق لحد الآن الحمد لله يعني في السليم. ايه اللي هيحصل بقى الفترة الجاية؟ لو على التوتال هو في الغالب هيطلع مثلا التوتال لحد مناطق هنا، وهيبقى اختبار قوي في الحتة دي، في المناطق دي كده شوية يبقى اختبار قوي هنا في الحتة دي. ممكن لو حصل صعود قوي لبيع العملات ففي الغالب هيكسرها، أو ممكن يعمل تصحيح بسيط هنا ويطلع تاني، فيعني مش قصة. نبص مثلا برضو على على السولانا، نشوف أخبار السولانا. السولانا لحد الآن برضو ارتدت من من نفس الدعم اللي قلت عليه، ارتدت عمل تصحيح بسيط يعني في الحتة دي عشان كان في هنا مقاومة طبعا في الحتة دي، مقاومة عنيفة شوية مش عارف ليه بس إن شاء الله يعني إيه طول ما هو أخضر السوق يعني. نبص مثلا على الفريم اليومي عشان نعرف نقرر اللي هيحصل في الغالب مثلا. نتوقع هو زي ما قلت أنا ارتد من الحتة دي، بس ما ده اللي هو قريب منها وعمل له اختبار، بس هو عمل له اختبار كده يعني مرتين، فهو في الغالب إيه هيطلع في دبل بوتوم هنا، فيعني في الغالب هيكسرها إن شاء الله يعني. الطلعة الجاية دي هتكسرها وهتطلع فوق شوية حلوين، ولما تطلع فوق كده هتبتدي تتذبذب في الحتة بتاعت اللي هي الدعم الأخضر ده أو المناطق 160. فمن هنا لحد 160 إن شاء الله يعني هيكون في صعود حلو. ففي فرصة اللي عايز يعمل مضاربة برضو ممكن إيه يخش مثلا صفقة كده حلوة لحد مناطق مثلا 154، أو حتى لو عايز تخليك في السليم خليك في مناطق مثلا 150 دي مضمونة خالص لو أنت دخلت من دلوقتي. بس أنا بقول لك يعني اللي هيحصل يعني. انا بشرح اللي هو شرح بسيط يعني، اللي هو يعني بحاول اخلي المعلومه توصل لحتى حد ممكن مش فاهم تقني يبقى وصل الفكره شويه، اللي هو مبادئ بس. طبعا انا باخد برضو بالشموع وكذا حاجه تانية، بس انا هنا بحاول ابسط الدنيا على قد ما اقدر. فبس كده يعني البيتكوين ان شاء الله ايجابيه، هو بس عمل تصحيح هنا بسيط فمش قصه يعني. حتى البيتكوين يعني ممكن ايه ممكن يصحح الفتره الجايه، ما تتخضش لو لقيته مره واحده البيتكوين يصحح لحد المناطق دي اللي هي مناطق ال 88,000. هيكون عادي يعني لو صحح لها مش هتكون حاجة خطيرة ولا مرعبة يعني. فأنت برضو خليك مترقب، لو نزل لها تبقى فرصة دخول حلوة، إن هو برضه هتكون تحت
فوق الدعم وفوق الترند، وفي نفس الوقت هنا في ايه، في دعم قوي. فممكن ينزل اختبره عادي خالص يعني، عشان هنا برضو ايه، الحتة دي برضو كانت كانت سريعة. يعني خليك برضو ايه عامل حسابك. فبس كده. فالأوضاع يعني أنا شايف إن هي لسه إحنا في الإيجابية. وبرضه أقول لكم حاجة برضه على الفيلم الأسبوعي، عشان برضه في محللين بحسهم إيه اللي هو بتحسهم عايزين يبقوا لسه، اللي هو مش موضوع يبقوا سلبيين أوي يعني، دي تحليل في الآخر وكل واحد ليه وجهة نظر. بس يعني إحنا لحد الآن في البيتكوين، بعيدا عن موضوع الترندات وكده وده كسر وما كسرش، بعيدا عن الترند اللي أنا اسمه، بس لحد الآن البيتكوين ملتزم بإنه بيعمل قمم أعلى من قمم وقاعان أعلى من قاعان. فإحنا لحد الآن لسه في الإيجابية حتى لو هو كسر الترند الأسبوعي. ده اللي أنا عايز أقوله يعني. طول ما احنا في السليم في الحتة دي يعني، هو حتى لما نزل كنا متوقعين ان هو ممكن ينزل هنا او لحد هنا، بس هو ما نزلش برضه، احترم القاع اللي قبليه. فدي حاجة ايجابية يعني برضه على المدى الطويل. فان شاء الله يعني السوق هيطلع يعني الفترة الجاية ان شاء الله. بس أنا زي ما قلت لك خليك برضه ايه، لو زي ما قلنا هو خليك لو انت مثلا في فلوس، او في حاطط مثلا فلوس في مستثمرة مثلا بس محتاجها، مش هتقدر تسيبها مثلا لفترة طويلة او تخسرها يعني حاجة. هو ده غلط اصلا انت تعمله برضه، بس يعني لو انت عملت او وقعت في الخطأ ده، حاول تخلي عينك على المنطقة الصفراء دي. لو لقيته هيرتد منها ومش عارف يخترقها، حاول تطلع شوية برضه عشان تبقى في السليم، حتى لو حبيت تخش بعدين تاني. وبرضه في المنطقة الحمراء دي، يعني احنا لو كسرنا الصفرة وطلعنا فوق الترند الاسبوعي ده، يعني ادينا مديت لك هو الترند، شايف المنطقة دي، خلي عينك عليها الحتة دي. لو طلعنا مثلا في الحتة دي اللي هو يبقى يعني تحت المقاومة دي وبنفس الوقت فوق الترند، فهو ممكن يعمل ايه، يطلع كده كده، يجي هنا يحترم يقعد يختبر. طول ما هو فوق جوه الترند برضه احنا كده في السليم. لكن لو لقيته معرفش يخترقها ويغلق فوقيها شمعة إيجابية ونزل تحت الترند، فدي إشارة خطرة. برضه لو أغلق تحت الترند، فأنت كده يعني حاول، اللي هو لو أنت برضه حاول تخرج شوية من رأس مالك برضه، عشان ايه في الغالب دي هتبقى إشارة نزول. اه ممكن ننزل هنا برضه نقعد نتذبذب في الحتة دي كده، بس هي تبقى بصراحة نموذج رأس وكتفين بس، محدش عارف ممكن نطلع تاني. ما الحتة دي ما اقدرش اجزم بيها غير في ساعتها. فزي ما قلت لك انت برضو ايه، خليك برضو مراقب المنطقة الصفراء، اللي هو المقاومة الصفراء دي والمقاومة الحمراء اللي انا راسمهم دول، عشان منطقتين خطيرين. البيتكوين هيبقى فيهم ايه، اللي هو منطقة يا اما صعود هتقرر يا اما احنا نصعد يا اما احنا ننزل. بس هي حلوة ان انت ايه تخلي برضو عينك عليها لما نبقى جواها، عشان لو عندك راس مال ممكن تلحق نفسك لو داخلين بير ماركت قوي او حصلت اخبار سلبيه. ولو طالعين برضو هتبقى عينك ايه، هتبقى عارف يعني ان احنا طالعين. فبس كده. اتمنى تكون استفدت، ولو استفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان توصلك كل جديد. ويلا، السلام عليكم.